في أوروبا هنا الساحة الأساسية لحزب العمال الكردستاني فيما يتعلق بالموضوع الاقتصادي. آه، النقطة الأساسية اللي بيركز عليها الحزب هي مسألة الجباية أو الاشتراكات أو فرض الاشتراكات في هذا الخصوص من العمال أو اللاجئين أو المهاجرين أو التجار المقيمين في البلدان الأوروبية. وبصراحة هي الساحة المركزية للاقتصاد الأوروبي. يعني الأوروبيين صحيح بيصنفوا حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية غير قانونية، لكن الحزب نشط على أكثر من صعيد، على الصعيد الإعلامي، على الصعيد التنظيمي، على الصعيد الاقتصادي، على صعيد ترخيص الجمعيات والمنظمات وفتح مشاريع اقتصادية. والأمن الأوروبي بيعرفوا مطلعين على الموضوع هذا، لكن لا يسارعون إلى تجفيف منابع اقتصاد حزب العمال الكردستاني باعتباره منظمة يعني مصنفة على أنه منظمة إرهابية ضمن اللوائح الأوروبية. يعني السلطات البلجيكية تماما تعرف أنه مثلا شو في مؤسسات سياسية أو مدنية أو في لحزب العمال الكردستاني داخل بلجيكا، وهي المؤسسات خاضعة للرقابة، لكن خروقات تمارسها هذه المؤسسات البلجيك لا يتدخلوا بشكل مباشر. وهذا قرار أوروبي عام يعني يتعلق بالأمن الأوروبي، أنه حزب العمال الكردستاني لا يتم حظره 100%. يعني ليش؟ يعني بيخافوا الأوروبيين بيخافوا من ردود الأفعال، أنه إذا حملنا يعني ضغطنا على هذا الحزب ربما يتحول إلى منظمة تشبه منظمة القاعدة ويمارس أعمال عنف تستهدف السلطات الأوروبية على الأراضي الأوروبية، وإن فعل الحزب ذلك فهو قادر يعني على فعل هيك أعمال. يعني مارس الحزب أعمال العنف ضد المنشقين، عمليات قتل وتصفية ضد المنشقين والمعارضين. في فترة التسعينات استهدف الحزب يعني ما سماه حرب اقتصادية على تركيا، فروع البنوك، مؤسسات أو فروع مكاتب الطيران التابعة لتركيا، تركيش ايرلاينز، و يعني المصارف والبنوك الأوروبية عفوا التركية الموجودة في البلدان الأوروبية، كل المؤسسات، الجمعيات، منظمات، مكاتب، محال تجارية، كل ما يتعلق بالعملية الاقتصادية في أوروبا استهدفها الحزب. هاي الاستهدافات كلفت يعني المؤسسات المتعلقة بالضرائب ملايين، مئات الملايين من اليوروهات والدولارات في أوروبا نتيجة التعويض، يعني تعويض المتضررين. فلجأ الأوروبيين إلى تصنيف حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية في سنة 93 94. قبل ذلك حزب العمال الكردستاني كان يعني منظمة علنية ورسمية تنشط في أوروبا وفي البلدان الأوروبية. يعني عندما استهدف الحزب البلدان الأوروبية والاقتصاد الأوروبي، الأوروبيين حطوه في لائحة المنظمات الإرهابية، وبالتالي الأوروبيين يعني يتعاملون مع هذا الحزب تعاملهم مع المنظمات الإسلامية سابقا، يعني أنه لا يهددون الأمن الأوروبي، فليش بريطانيا يعني تروح تكافح أو تقمع أو تحظر الأخوان المسلمين 100%، أو المنظمات التكفيرية والجهادية ما بيساوي هيك شيء. لبين ما وصل الخطر لبيتهم اتخذوا بعض الإجراءات الرادعة، ويعني ما عاد تنفع هذه الإجراءات، لأنه التطرف بدأ يستشري في ضمن الأوساط المسلمين الموجودة في البلدان الأوروبية. حزب العمال الكردستاني لا يختلف كثيرا عن هذا النسق. يعني فالأوروبيين يعني هو حزب نصف محظور،
يعني الآن حزب العمال الكردستاني يريد إزالة اسمه من لائحة المنظمات الإرهابية، لكن عمليا هو مش محظور. يعني مؤسساته الإعلامية والاقتصادية والدورة الاقتصادية تبعيته تعمل على البلدان الأوروبية 24 ساعة ل 24 ساعة. يعني ما راح تفرق مع حزب العمال الكردستاني كثيرا إذا كان حزب إرهابي ولا مش حزب إرهابي. يعني هي مسألة معنوية وسياسية في هذا الخصوص. مؤسسات حزب العمال الكردستاني تنشط في أوروبا. أيضا عامل الجباية وجمع الاشتراكات طوعا أو كرها يعني نشط في أوروبا أكثر من كل الساحات. حتى الموظفين اللي بيشتغلوا مثلا في قناة روش تي في أو ستيرك تي في، لأنه بيروح بيستلم راتبه من المالية، فالمحاسب يقتطع من هذا الراتب مثلا مبلغ وقدره 200-300 أورو في وقت معين، على أساس أنه هي اشتراكات سنوية تدفع للحزب. إذن هذه المؤسسات الموجودة على أساس أنه هي مؤسسات مستقلة وأخذ ترخيص مستقل هي التي تدعم حزب العمال الكردستاني في عملية جباية الاشتراكات. المؤسسات الاقتصادية مثلا صحفي أو كاتب أو عامل أو موظف أو سائق بيحاول يشتغل في هاي المؤسسات، سواء كان بالأسود أو قانوني، الحزب مؤيد لحزب العمال الكردستاني أو غير مؤيد. طالما أنك تشتغل بمؤسسات هذا الحزب فأنت ملزم بدفع اشتراكات سنوية لهذا الحزب. يعني على صعيد استغلال العمال، استغلال جهد العمال، مؤسسات حزب العمال الكردستاني باعتباره حزب العمال الكردستاني، وبيحاول يعني من الضرورة أنه يلتزم بالمبادئ الأخلاقية والسياسية لهذه التسمية، يدعم العمال، يحاول أن يسهل أمورهم. حزب العمال الكردستاني لا، هنالك العشرات وربما المئات من اللي بيشغلون حزب العمال الكردستاني بدون عقود في مؤسساته الإعلامية والاقتصادية هون في البلدان الأوروبية، ولا يحاول أن يحسن وضعهم ويعمل لهم عقود عمل رسمية وقانونية. فحزب العمال الكردستاني بهذه الطريقة يستغل هذا المهاجر أو اللاجئ أو الصحفي أو الكاتب أو العامل، يستغل ظروفه وما بيعطيه، لأنه إبرام عقد رسمي عمل يلزم الحزب بالأعباء مالية زيادة، ربما ضعف أو 3 أضعاف أو ضعفي الراتب اللي يدفعه للموظف بدون عقد. فبهذه الطريقة يستغل جهد هذا الشخص، وبطريقة أخرى يتحايل وينتهك القانون على الصعيد الاقتصادي. فهذا الانتهاك بانتهاكين يزاول حزب العمال الكردستاني هون في البلدان الأوروبية. بعد المؤسسات حزب العمال الكردستاني في أوروبا هي يعني مش الهدف منها الربح، أو بقدر ما الهدف منها تمرير أو تكون معبر لتمرير رؤوس الأموال. يعني هي الأموال التي يجبيها الحزب على الساحة الأوروبية كيف رح توصل لقنديل وكيف رح تدخل للأرصدة. الحزب بحاجة إلى بعض المؤسسات ليضخ فيها الأموال لحتى تبرع، حتى ولو كان مؤسسات خسرانة، لكن بالمحصلة ينبغي أن تبقى هذه المؤسسات طالما بتدفع ضرائب على أساس أنه ضرائب أرباح للسلطات الأوروبية، سواء في بلجيكا أو في ألمانيا، في أي بلد تتواجد فيه هذه المؤسسة. لكن هذه المؤسسة تبقى، الحزب لا يغلق أبوابها بهدف تكون وسيلة لتبييض الأموال على الساحة الأوروبية. والأوروبيين مطلعين ومتابعين. يعني حزب العمال الكردستاني بيفتكروا حالهم أنه كتير أذكياء، بإمكانهم مثلا يخدعوا السلطات البلجيكية أو الأوروبية، أو أنه يتحايلوا على القانون. يعني هذا الوهم عباقرة حزب العمال الكردستاني بيعتبروا حالهم أنه كتير أذكياء، فيهم يضحكوا على السلطات الألمانية مثلا بفتح
دكاكين اقتصادية أو إعلامية واقتصادية، الهدف منها بشكل أو بآخر تبييض أموال أو التغطية على سياسات الحزب، على أساس إنه الألمان والبلجيك والنمساويين والاسكندنافيين كلهم يعني سذج وما بيعرفوا يعني هاي المؤسسات لمين تابعة وكيف تدار ومن يديرها، وكل هاي العملية هاي التفاصيل كلها مكشوفة للسلطات الأوروبية أو البلدان الأوروبية. مثلا هون في بلجيكا حاليا الحزب بصدد فتح بعض المشاريع تضاف إلى مشاريعه الموجودة في بلجيكا. مثلا في حاليا يعني عملية ترتيب مع ما بعرف لأي مرحلة وصلت يعني ما بين حزب العمال الكردستاني وأحد اليهود في مدينة أنتوربن في بلجيكا لفتح صالة أفراح، وتكون هذه الصالة مرفقة ببار تقدم يعني بار كأي بار في البلدان الأوروبية، تقدم الخدمات للزبائن من مشروبات كحولية وحتى يعني كل ما يقدمه أي بار في بلجيكا، هذا البار أيضا يقدم خدماته لزبائنه من البلجيك أو حتى من الأكراد. حاليا في هيك شيء، وفي قصص أخرى يعني لا أريد تناولها. هاي المعلومة عندما تصل إلي يعني ألا يحسب يعني أنصار أو قيادات حزب العمال الكردستاني أنه المعلومة ألا تصل إلى السلطات البلجيكية؟ طبعا يعني فبيعتبروا حالهم هيك أذكياء وفطاحلة في التحايل على القانون أو التواري على القانون. في ظرف 24 ساعة الآن السلطات البلجيكية أو الألمانية قادرة أن تلم كل عناصر وقيادات حزب العمال الكردستاني، لكن يعني هاي السلطات ليست حاليا مضطرة ومجبرة على فعل ذلك، والحزب يستغل هذه المسألة لتمرير أعماله ونشاطاته الاقتصادية على هذه البلدان. إذن الساحة المركزية والأساسية فيما يتعلق بالعملية الاقتصادية لحزب العمال الكردستاني هي على البلدان الأوروبية. كثير من المؤسسات موجودة هنا في البلدان الأوروبية غير منتجة لكنها لتبييض وغسيل الأموال. السلطات الأوروبية مطلعة، نعم مطلعة على هذه التفاصيل، لكن لا تتخذ الإجراء المباشر والرادع لاعتبارات سياسية واعتبارات أمنية تتعلق بالسياسة الأوروبية والأمن الأوروبي بشكل عام، وموقفه من المنظمات المتطرفة أو المنظمات المصنفة على أنها إرهابية في البلدان الأوروبية أو في الاتحاد الأوروبي. طبعا هذا الموضوع مش بس حزب العمال الكردستاني، حزب الله اللبناني أيضا في هذا السياق، التنظيمات الفلسطينية أيضا في هذا السياق. كل تنظيم يمارس العمل المسلح له دكاكين ونشاط اقتصادي على الأراضي الأوروبية وأراضي الاتحاد الأوروبي وخارج الاتحاد الأوروبي. السلطات الأوروبية مطلعين على هذه التفاصيل إلى حد لا يمكن أن يتصوره أنصار حزب العمال الكردستاني. في العملية الاقتصادية إجمالا مثلا أنا كنت شاهد على هذا الموضوع. في اليونان حزب العمال الكردستاني فقط لجباية الأموال كان يعني يرمي عرض الحائط المبادئ والقيم والمثل، بيجمع الأموال أو بياخذ الخوات أو من الكامبانيا أو الاشتراكات أو الآليكاري بياخذها من المهربي البشر في اليونان. يعني الدرناك أو الجمعية والمنظمة يعني ممثلية في أثينا كانت مقر للمهربين، بيروحوا بيجوا وبيدفعوا، يعني المهربين بيدفعوا اشتراكاتهم لحزب العمال الكردستاني. يعني حتى كان في شوي علاقات ما بين هؤلاء المهربين وحزب العمال الكردستاني لتهريب الكوادر والعناصر من تركيا إلى منطقة البلقان ومنها إلى الأراضي الأوروبية. مش بس هيك، مسؤولين في حزب الاتحاد الديمقراطي معروف، ما يعني مش بحاجة أذكر اسمه، يعني كان على تعاون وتنسيق واتصال مع أحد المهربين من عامودة. هذا المهرب تسبب في يعني غرق عائلة كردية من مؤيدي الحزب في ديرك،
ويعني لهم بعض الأقارب أيضا في بلجيكا. يعني مستوى التعامل والتنسيق مع مافيات تهريب البشر في اليونان، وحتى مع المافيات الروسية، ويعني كان هنالك تنسيق ما بين حزب العمال الكردستاني إلى حد كبير، يعني عضو اللجنة المركزية والممثل السابق لحزب العمال الكردستاني في روسيا، نسيت اسمه، كان اسمه الحركي رؤوف، لكن ماهر ولاد. ماهر ولاد كان على يعني تنسيق قوي قبل وحاليا أيضا، يعني هو ترك الحزب لكن أبقى على علاقاته مع المافيا الروسية. إذن حزب اشتراكي عمالي بهذه المواصفات يمتلك اقتصادا قذرا أو ملطخ بالقذارة، وينتهك حقوق الفلاحين وحقوق العمال ويستغل ظروفهم. حزب بهذا النوعية من الاقتصاد كيف يمكن أن نأمل منه ممارسة سياسة نزيهة شفافة أخلاقية؟ يعني أعتقد أنه من الصعب أن نطالب، إذا اعتبرنا حزب العمال الكردستاني مؤسسة اقتصادية، يستحيل أن نطالب هذه المؤسسة الاقتصادية بممارسة سياسة نزيهة شفافة وصريحة ووطنية طالما كانت تمتلك اقتصادا قذرا من النوع الذي أتيت على ذكره. حتى موضوع آخر، ألقاكم على خير، دمتم في رعاية الله.